بيبدأ الفيلم بواحد بيقول ان الغرب موجود فيه اساطير كتير، واحنا هنا بنتكلم عن اسطورة جوست رايدر او الفارس الشبح. وبيقول ان في كل جيل بيبقى فيه فارس شبح، واللي بيبقى الفارس الشبح بيبيع روحه للشيطان، والشيطان بيديله القوة ديت. وبيقول من سنين كتير ان في فارس شبح راح قرية سان فيجانسا عشان يجيب عقد تمنه 1000 روح شريرة، وعرف ان العقد ده فيه قوة كبيرة جدا، فقرر انه ما يديش العقد للشيطان وهرب من الشيطان. وبعد كده بنروح لجوني بليز وابوه بارتون وهم بيعملوا عرض بالموتوسيكلات، وجوني كان بيشاور لحبيبته روكسي وهو سايق الموتوسيكل وبيرفع حصان وكان هيقع بس لحق نفسه. وبعد كده بيروح هو وابوه للجراج بتاعهم وبيصلحوا الموتوسيكلات، وبيروح جوني وهو وروكسي الى حديقة وبيبقى فيه شجرة وجوني بيكتب عليهم اساميهم، وبيلاقي روكسي حزينة فبيسألها مالك، فبتقول انا همشي، ابويا هيبعتني اعيش مع امي. وبيقول لها جوني خلينا نهرب مع بعض، وقال لها احنا هنتقابل هنا الدور عشان نهرب. وبعد كده بيروح البيت وبيلاقي ابوه نايم، وبيلاقي ورقة مكتوب فيها ان ابوه عنده سرطان. وبيروح المكان اللي كانوا بيصلحوا فيه الموتوسيكلات وبيجي الشيطان، والشيطان بيقول له انه اتفرج على العرض بتاعه وعجبه، وجوني ما بيبقاش عارف انه شيطان. وبيقول ايه رأيك لو خليت ابوك كويس وما فيهوش حاجة، بس بيقول له هتمضي على عقد. فبيقول له جوني كام سعر؟ فبيقول له الشيطان انا هاخد روحك. فبيضحك جوني وبيقول له الشيطان مع شروق الشمس هيبقى ابوك سليم ما فيهوش اي حاجه، وبيقول له ان ده خيارك واللي عليك انك تمضي على العقد ده. فبياخد جوني العقد وبيفتحه وصبعه بيتعور وبينزل نقطة دم على العقد، والشيطان بيقول كده خلاص، وبيكون جوني كده مضى على العقد. وبيصحى من النوم وبيلاقي ابوه بصحة كويسة وما بقاش عنده السرطان، وبيروح ابوه عشان يعمل العرض بتاعه وبيقول له يلا قدامك دقيقتين عشان تجهز نفسك. فبيقول له جوني ان ابو روكسي هيبعت روكسي الى امها، وعشان كده قررنا ان نهرب مع بعض. وابوه بيقول له فالح هتروحوا تهربوا مع بعض من غير اي حاجة معاكم؟ بس بعد كده بيوافق انه يهرب مع روكسي وبيديله مفتاح موتوسيكل جريس. وبعد كده بيروح ابوه الى العرض والشيطان بيبقى موجود وبيخليه يقع جوه دائرة النار. وجوني وهو ماشي بيسمع صوت الوقع وبيروح لابوه وبيلاقيه ميت، وبيشوف جوني الشيطان. وبعد كده بيروح يهرب بيلاقي قدامه الشيطان وبيقع على الارض وبيقول جوني انت اللي قتلته. فبيقول له انا عالجته من السرطان وده اللي كان في العقد، وبيقول له ان في يوم انا هحتاجك فيه وهجيلك، ولغاية ما يجي اليوم ده انت هتنسى اصدقائك وعائلتك. وبيسيبه ويمشي، وجوني بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي وبيروح لروكسي وبيبص لها وبيسيبها وبيمشي. وبعد فترة معرفش هي ايه، بس بنلاقي جوني كبر وبيعمل عرض بينط فوق عربيات كتير بمسافة كبيرة جدا، وهو بينط بيفتكر لما مضى على العقد، فبينزل يقع ويتدحرج وبيروح فريقه عليه وبيشوفه مات ولا لسه عايش، وبيطلع عايش. وبعد كده بنشوف السما بتمطر نار وبيظهر شيطان تاني وبيخش بار وبيموت كل اللي فيه، وبيظهروا مساعدينه وكل واحد فيهم عنده قوة خارقة مختلفة، واحد عبارة عن رملة والتاني عبارة عن مية والتالت عبارة عن هواء. وبيقولوا له انت جبتنا هنا ليه؟ فبيقول لهم انا جبتكم هنا عشان عقد سان فيجانسا، وده العقد اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيلم. وبيقول انه اتسرق وتم اخفائه في مقابر قريبة من هنا، وبيقولوا له احنا هنكسب ايه لما نجيبه؟ فقال لهم هنسيطر على العالم كله وهنسيطر على الزمن. وبيبقى في حد بينادي عليه وبيقول القلب الاسود، وبيطلع يشوفه بيلاقيه الشيطان اللي كان معانا في اول الفيلم. وبكده بنعرف ان الشيطان التاني دوت اسمه القلب الاسود. فبيقول الشيطان انت بتعمل ايه؟ فبيقول له القلب الاسود ان ده عهدي يا عجوز. وبيرد عليه وبيقول له عهدك جاي بس مش دلوقتي. وبيقول له القلب الاسود احنا الاتنين عارفين اللي انت ما تعرفش تعمل معايا حاجة. وبيقول له الشيطان انا ما عنديش قوة اقوى من قوتك، بس معايا فارس قوته اقوى من قوتك. فقال له القلب الاسود الفارس الشبح الكائن المفضل ليك، وبيقول له انت بتضيع قوة لهب الجحيم على انسان فاشل. وبيقول له انت لو تديني حقي. فبيقول له الشيطان ان كل حاجة بتاعتي لغاية ما تخلص الايام. وبيقول له القلب الاسود هاته وهدفنه وبعد كده هدفنك انت يا ابي. وبكده بنعرف ان الشيطان هو ابو القلب الاسود. وبعد كده بنروح لجوني بليز وهو بيجهز نفسه لعرض تاني، وهو طالع بيلاقي قدامه روكسي واللي بتبقى مذيعة، وبيبدأ يسجل حوار وهي بتبدأ
بتبدأ تسأل اسئلة وهو بيجاوب حاجات تانية خالص. انت شكلك حلو قوي، انا سمعت انك اتجوزتي. فبتقول له لا ما اتجوزتش. فبيقول لها كويس، وبيروح عشان ينط مسافة 300 قدم وفي 6 طيارات تحته والمراوح بتاعتهم بتلف، وهو بينط بيفتكر روكسي وهم صغيرين وبيقدر يوصل ومن غير ما يقع، وبيطلع من العرض وبيروح ورا الروكسي وهي ما بتبقاش عاوزة تقف، وبيقول لها عاوز اتكلم معاك. فبتقول له لا، وبيجري بسرعة لقدام وبيجي بالجنب وبيقف، والعربية بتقف قبل ما تخبط في رجله بالظبط. وبتنزل روكسي وبيتكلموا مع بعض وبيتفقوا انهم يروحوا مطعم في فندق بلازا الساعة 8، وبتقول له ما تتأخرش، وهي بتبقى قاعدة مستنية في المطعم، وجوني بيجهز نفسه عشان يروح لها، بس بيلاقي ايده محمرة جامد فبيستغرب وبيغسل ايده وبيلاقيها بتطلع بخار ولسه محمرة جامد. فبينزل الشارع عشان يركب الموتوسيكل بتاعه، بس بيلاقي الشيطان قدامه، وجوني قال له انت ايه اللي جابك؟ فبيقول له انا كنت موجود معاك في كل حتة، وبيقول له دور على اللي اسمه القلب الاسود ودمره. فقال له جوني دور عليه انت، وبيركب الموتوسيكل وبيلاقي نفسه لزق في الموتوسيكل. فبيقول له الشيطان انك ملتزم بعقل، وبيقول له لو نجحت في تدمير القلب الاسود هرجع لك روحك. فبيقول له جوني خلاص مش هعملها، والموتوسيكل بيبدأ يتحرك وبيجري جامد وبيولع وبيفرقع العربيات وهو ماشي، وبيقع من الموتوسيكل رقم الموتوسيكل، والموتوسيكل بيرمي جوني في مخزن، وفي المخزن ده بيبدأ يولع وبيتحرق لغاية لما يبقى الفارس الشبح او جوست ريدر. وبيبقوا هما في المكان ده قبليه ولقوا واحد، وكان القلب الاسود بيقول له مش كان في مقابر هنا؟ قال له ايوه كان في بس اتنقلت. فبيقول له اتنقلت فين؟ فقال لهم معرفش. وبيقول كنيسة القديس مايكل هي اللي كانت مسؤولة عن النقل. وبنرجع تاني لجوني وبيطلع له الشيطان القلب الاسود وبيقول له انت بتدور على حد؟ فبيرد عليه جوني ويقول له ارجع الى الجحيم. وبيروح عليه اللي بيتحكم على الهواء ويزقه ويطيره ويعلقه على سلسلة، والنار بتاعته بتتفق. فبيضحك القلب الاسود، كان بيحسبه مات بس هو بيولع تاني، وبيسحب السلسلة وبيطلع وبيدوس في حتة فيها مية، وبيكون الرجل المية فيها وثبت رجله، وبيجي رجل الرملة بعربية وبيدوسه وبيحسبوا انهم خلصوا عليه. وبيطلع جوني وبيديله بنية في وشه وبيقول رجل الرملة ارحمني. فبيقول له جوني خلصت مني الرحمة، وبيلف السلسلة عليه وهي مولعة، وبيبدأ الرجل الرملة يولع لغاية ما بيتحجر وبيكسره، وبينادي على الموتوسيكل بتاعه، وبيجي الموتوسيكل ويغير شكله وبيركبه، وبتكون روكسي لسه مستنية في المطعم، وهو بيمشي بيسمع صوت واحدة بتصرخ، وبيكون واحد بيثبتها وعاوز يسرقها. فبيروح لها وبيقول لها انها تمشي، وبيقول للحرامي انت مذنب، ويجي يمسكه ويشيله ويقول له بص في عينيا اللي هم مش موجودين اصلا، وبيخليه يشوف كل الاذى اللي عمله للناس ويحس بوجعهم، وبيتحجر وبيموت. وبيكمل طريقه لغاية ما بيوصل لمقبرة ابوه وبيرجع لطبيعته. وبيجي الحارس بتاع المقابر ويقول له اهلا يلي راسك عزمية، وبيكون شافه وهو بيرجع لطبيعته وبيغمى عليه، وبيفوق وبيلاقي نفسه في الكنيسة، وبيلاقي جنبه كوبايات مية كتير، فبيشرب ويرمي الكوباية ويقعد يشرب ويرمي. وطلع للحارس بره وقال له هو الموتوسيكل بتاعي فين؟ قال له موجود هناك وبشكله الطبيعي. وقال له انا هجاوبك على السؤال اللي في عقلك. قال له ان ليلة امبارح كانت حقيقية. فراح قال له جوني انت مين؟ فرد عليه الحارس وقال له السؤال الصح انت اللي مين؟ وقال له انت الفارس الشبح. وبيسيبه وبيمشي وبيروح ياخد الموتوسيكل بتاعه، وبيقول له الحارس هتحتاج مساعدتي. فقال له جوني انا اخر مرة خليت غريب يساعدني بوظ لي حياتي. وقال له الحارس ان اليوم دوت كان متوقع من ساعة ما مضى العقد. وبيبص له جوني باستغراب وبيرجع في كلامه وبيقعد معاه وبيشرح له ان الفارس الشبح هو سائق جوائز الشيطان، وبيتبعت عشان يجيب اي حد بيحاول يهرب من الجحيم. وبيقول له ان الفارس اللي قبلك كان موجود من 150 سنة وكان موجود في قرية اسمها سان فيجانسا. وبيقول له جوني ايه علاقة ده بالقلب الاسود؟ فراح قال له هو الشيطان بعتك الى القلب الاسود؟ فقال له اه. فبيقول له دول المختفين هم الملائكة اللي اتطردوا من الجنة بواسطة
القديس ميخائيل وهم مستخبيين مستنيين نهاية الأيام، وبيقول له خليك هنا، هم ما يقدروش يجوا في الأرض المقدسة. بس جوني بيسيبه ويمشي وبيروح للمكان اللي موت فيه الحرامي، وبيلاقي البوليس هناك، وبتكون روكسي هناك بتقابل الست اللي أنقذها الفارس الشبح من الحرامي، وبتحكي لها اللي حصل وبتوصف شكله عامل ازاي، وروكسي بتكون مش مصدقة. وروكسي بتقابل جوني، وجوني بيقول لها أنا آسف، فبتقول له ما تعتذرش لأنك خلتني أفتكر الماضي والحاضر ساعة ما مشيت وسبتني، بس أنا عشت حياتي عادي ودخلت الكلية واشتغلت في وظيفة حلوة وانت زي ما انت، بس اتشهرت شوية. وبتسيبه وبتمشي، وواحد من المحققين بيلاقي الرقم بتاع الموتوسيكل. وبعد كده جوني بيروح البيت ويقعد يقرا في كتب عن التحكم في القوة اللي عنده، وبيبدأ يحاول انه يتحكم فيها وبيقدر يتحكم فيها. وبتيجي روكسي وبتقول انا جاي اعتذر منك ومش عاوزة الكلام اللي قلته الصبح يبقى اخر كلام بينا. وجوني بيبدأ يحكي لها القصة بتاعته وبيقول كل حاجة وهي ما بتصدقهوش، وبتسيبه وبتمشي. وبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليه وبيبدأوا يحققوا معاه، وبيوروا له صورة الحرامي اللي موته، وبيقولوا له انت تعرف الراجل ده، وبيقولوا له احنا لقينا اثار موتوسيكلك موجودة في المكان الجريمة والرقم بتاعه. بس هو بينفي كل ده وبيقول انا معرفش انتوا بتتكلموا على ايه، وبيزهقوا منه وبيرموه في الحجز. وبيبقى في الحجز شوية مساجين، وفي واحد منهم قال له انا عارفك انت جوني بليز، وقال له انا دفعت $10 عشان اشوفك تقع وانت بتنط بس انت ما وقعتش. وبيبدأ كل الموجودين بيضربوا فيه، وبيجي واحد عشان يقول لهم كفاية كده الراجل هيموت في ايديكم، فبيتضرب هو كمان. وبيتحول جوني الى الفارس الشبح وبيفرقع فيهم، وبيروح ياخد الجاكيت بتاع الراجل ده، والشخص اللي كان بيدافع عنه بيقول له انت بريء، وبيهرب من الحجز وبينادي للموتوسيكل بتاعه وبيجيله وبيركبه وبيمشي. وبتيجي الشرطة محوطاه من كل مكان، فبينط في المية وبيهرب منهم. وبيكون القلب الاسود راح الكنيسة عشان يجيب العقد اللي ب1000 روح شريرة، ومسؤول الكنيسة بيدخل بيلاقيه قدامه، فبيسأله القلب الاسود هو فين العقد، فبيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه، فبيموته. وبيطلع وبيسمع صوت الموتوسيكل بتاع جوني، فالقلب الاسود بيبعت رجل الهوا ليه وبيروح له وبيضربه وبيهرب، والشبح بيجري وراه بالموتوسيكل، والبوليس بيبقى بيطارده وبيطلع فوق المبنى. وروكسي بتشوفه وهو بيطلع على المبنى، وبتجيله طيارة فبيرمي عليها السلسلة اللي معاه على الطيارة وبتمسكها وبيرميها بعيد، والبوليس بيكون مستنيه تحت وروكسي. وبيجيله راجل الهوا تاني فبيرمي عليه السلسلة وهي مولعة وعمال يلفها لغاية ما بيحترق كله. وبعد ما بيخلص عليه بياخد الموتوسيكل بتاعه وينط لتحت فبيكسر الارض، وبيشوف روكسي وبيغير لونه من الاحمر الى الازرق وقام عشان يروح لها، بس الشرطة بتضرب عليه نار، فبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي. وبيطلع الصبح وبيكون رجع لطبيعته، وبيرجع تاني للمقابر اللي كان فيها الحارس، وبيقول له جوني الناس كلها عرفت حقيقتي. وبيقول له الحارس ان كان في واحد اسمه كارتر سليد، كان من القوات الخاصة من تكساس، وكان رجل شريف، ولكن بعد كده بقى جشع ولقى نفسه محبوس ومستني الاعدام عليه. وبيقول جاله واحد غريب وعرض عليه حريته بمقابل يمضي العقد، وبقى الفارس الشبح. وبيقول جوني مال ده باللي احنا فيه، فقال له انت فاكر العقد بتاع ال1000 روح شريرة؟ وقال له بتقول القصة ان اتبعت كارتر عشان يجيبه، بس لقى فيه قوة كبيرة جدا فاخد العقد وهرب. وبيقول ان بتقول الاسطورة انه اتدفن العقد معاه، وبيقول ان القلب الاسود هيعمل اي حاجة يجيب بيها العقد، وبيقول له لازم تبعد عن اصدقائك وعائلتك. فبيفتكر روكسي فبيسيبه وبيمشي، وبيروح القلب الاسود الى المقابر اللي فيها الحارس ده، والحارس بيقول لهم ان دي ارض مقدسة، فبيضربوا القلب الاسود وبيقول له انا عاوز العقد، والعقد انا عارف انه هنا. وبيضربه ويقول له اديلي العقد، والحارس بيشاور له بايده ويقول له تعالى يلا، فبينزل عشان يعرف هيقول له ايه، فبيقول له انك هتخسر زي ابوك بالظبط، فبيضربوا ضربة على راسه وبيمشي. فبتروح روكسي الى بيت جوني، بس هي ما بتلاقوهوش، بس بتلاقي صاحبه بيقول لها ان جوني بقاله فترة بيقرا في كتب غريبة، وبيقول لها تعالي بصي عليهم. وبتقرا في الكتب بس بتلاقي كتب عفاريت، وبيجي القلب الاسود وبيموت صاحب جوني، وبيجي جوني وبيلاقي صاحبه ميت، وروكسنا عمالة ترتعش، وبيظهر القلب الاسود وبيمسك جوني وبيهبده في الحيطة، وجوني بيتحول وبيمسكه
هو وبيلزقه في الحيطة وبيقول له بص في عينيا. فبيتريق عليه وبيقول له البصة بتاعت التوبة بتاعتك مش شغالة معايا عشان انا ما عنديش روح اساسا. وبيمسكه من رقبته وبيرفعه وبيهبده على الارض وبيرجع لطبيعته وبيقول له هات لي العقد من الحارس وجيبهولي في مدينة سان فيغانسا وممكن احافظ على حياة صاحبتك. وبيمشي. وبعد كده بيروح جوني الى الحارس وبيقول له القلب الاسود خد روكسي وانا عاوز العقد عشان انا مش هعرف اعمل حاجة من غيره. وبيقول لازم احفر المكان ده عشان يدور عليه. وبيروح ياخد الكوريك والحارس بيقول له هو مش هنا وبياخد منه الكوريك وبيكسره وبيكون العقد جوه الكوريك. وجوني بيقول له هات العقد. فبيقول له الحارس ده الجحيم في الارض. فبيقول له جوني لازم تثق فيا. فبيرد عليه وبيقول له ليه اثق فيك. فبيقول له جوني هو ممكن يكون عنده روحي بس ما عندهوش شبحي وبيديله العقد. وبيقول له لازم نروح بسرعة. وبيصفر الحارس وبيجي حصان وبيقول لجوني فاضل لي رحلة واحدة فقط وبيتحول الى الفارس الشبح. وبيطلع الحارس هو كارتر سليد اللي اخد العقد وهرب بيه من الشيطان. وبيتحول جوني هو كمان والحارس بيوصل جوني الى سان فيغانسا وبيديله بندقية وبيسيبه وبيمشي. وبيكون الفجر قرب يطلع. فبيقول القلب الاسود للمساعد بتاعه الاخير بطأ جوست ريدر عشان هو بيتحول بالليل بس لو طلع النهار ما بيقدرش يتحول اصله شاكك فيه لا يغدر بيه. وبيروح المساعد عشان يعطل جوني شوية لغاية ما الفجر يطلع. وجوني بيدخل في حتة فيها مية وبيطلع عليه بتاع المية وبيغرقه في المية وبيمسك رقبته وبيخنقه بس بيتحول وبيعلي النار بتاعته وبيتبخر رجل المية وبيطلع من المية وبيكمل طريقه وبيوصل للمكان وبيلاقي القلب الاسود وبيكون ماسك روكسي وبيقول له لو اتحولت هموت روكسي. وبيطلع العقد وبيقول له سيبها الاول. فبيرميها وبتتهبط في الحيطة. وبيقرب منه جوني عشان يديله العقد والقلب الاسود بيمسك العقد بس بيكون جوني ماسكه ومش عاوز يسيبه وبيتحول وبيضربه في وشه. والقلب الاسود بيرد عليه ويضربه ضربتين. وجوني بيمسك حصوة من الارض وبيولعها وبيرميها عليه وبيرمي التانية في وشه والشمس بدأت تطلع. فبيقول القلب الاسود بضحكة شريرة الوقت قرب يخلص منك. وجوني بيطلع السلسلة وبيرميها عليه بس بيمسكها وبيرميه وبتكون الشمس طلعت وبيرجع جوني لطبيعته. وجوني بيروح ناحية البندقية والقلب الاسود بيكون بيستخدم العقد وبتطلع الارواح الشريرة ويدخلوا جسمه وبيخبطوا في جوني. وروكسي بتفوق وبتروح على جوني والقلب الاسود شكله اتغير وبيقول اسم فليك عشان احنا كتير. وبتقول روكسي لجوني هو خد اللي هو عاوزه يلا بينا احنا من هنا. قال لها لازم انهي الامر انا الفارس الشبح. وبيمسك البندقية وبيضرب طلقة عليه وعمال يضرب فيه طلقات. فبيجي عليه وبيزقه وبيدخله جوه المكان ده وبيمسكه من رقبته وبيقول له كل عالمك وارواحهم هتبقى بتاعتي. بس روكسي بتيجي وبتضرب عليه طلقة في كتفه والتانية في راسه وبتيجي تضرب التالتة بس بتكون الخزينة خلصت. وروكسي بتحدف البندقية لجوني وجوني بيدخل ايده في حتة دل وايده بتتحول هي والبندقية وبيضرب طلقة وبيتفرتك بس بيجمع نفسه تاني. وجوني بيروح عليه وبيتحول وبيكون موجود في حتة ظل وبيقول بص في عينيا انت دلوقتي عندك 1000 روح شريرة. وبيقول لهم انتوا ارواحكم ملوثة بدماء الابرياء وحسوا بوجعهم لغاية ما بيموتوا وبيتحجر. وهو طالع بيلاقي الشيطان الاول وبيقول له انت عملت مهمتك وكده نهاية الاتفاق. وبيقول ده الوقت اللي هياخد منك قوة جوست ريدر وارجع لك حياتك. فبيقول له جوني لا مش هديك القوة انا هحتفظ بيها واستخدمها ضدك. فبيقول له الشيطان هتدفع تمن اللي انت عملته ده غالي. وبيمشي وبنلاقي جوني ماشي على الطريق وبيتحول. وبكده نكون خلصنا الفيلم. بيبدأ الجزء التاني بواحد اسمه مورو بيسأل الكاهن انتوا لقيتوا الطفل. فبيقول له الكاهن ايوه مخبينه عندنا. فبيقول له مورو المكان هنا مش امان. فبيقول له الكاهن المكان هنا امان الامان. فبيقول له مورو ان الشيطان هو اللي عاوز الطفل. وبيقول له مفيش غير مكان واحد هو اللي امان واللي هو المعبد ولازم الجوست رايدر هو اللي يوصل
الطفل للمكان، وفجأة بتظهر عصابة بتهجم عليهم عشان عاوزين الطفل، وبيوصل كريغن زعيم العصابة ديت. وفي واحدة اسمها نادية بتهرب بالطفل وبتكون أم الطفل، والطفل اسمه داني، ومورو بيجري وراها وبيقول لها استني أنا أقدر أساعدك، بس هي ما بتصدقهوش وبتضرب عليه نار. وكريغن رفع سلاح على الكائن وبيقول له فين الطفل، فبيشوف نادية وهي بتركب العربية عشان تهرب هي وداني، فبيموت الكائن. ومورو بيروح ورا نادية بالموتوسيكل، وكريغن ورجالته وراهم، وبيضرب نار على نادية ومورو. وفي طلقة بتيجي في فردة كاوتش مورو وبيقع من على الموتوسيكل، وهو بيقع بيضرب عليهم نار، وبتيجي فردة في الكاوتش بتاع العربية وبتتقلب عربية كريغن عشان ما يوصلوش لنادية. وجوني بيحكي قصته ازاي بقى الجوست رايدر، وكان بيقول جوني انه حاول ما يطلعش قوة الجوست رايدر، بس كان في كل مرة بيفشل، والظلام والسوداوية اللي جواه كانوا بيزدادوا. وفجأة مورو بيدخل عليه وجوني بيمسكه وبيقول له انت مين، فبيقول له انا مورو واخواتي كلهم ماتوا الا انا، فبيسيبه جوني وبيقول له امشي من هنا. بس مورو بياخد ازازة وبيرميها على الشباك، والشباك بيتكسر والشمس بتيجي على جوني. ومورو بيقول هو بيحب الاماكن المظلمة، وجوني بيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. فقال له مورو بتكلم على الجوست رايدر، وقال له انت مفكر انك تقدر تتحكم في الجوست رايدر ده في احلامك. وجوني اتخنق منه ولف عليه السلسلة وقال له انت عاوز مني ايه. مورو قال له انا عاوز مساعدتك وهنعمل اتفاق، هرجع لك روحك وهشيل عنك لعنة الجوست رايدر. ولما جوني سمع الكلام ده سابه، ومورو اداله صورة للطفل الداني وقال له عليك انقاذ الطفل ده، وبيقول ان الشيطان اللي انت عملت معاه الاتفاق زمان هو اللي عاوز داني، وبعد ما تقدر تنقذ داني منه هرجعك لطبيعتك. وجوني سأله انا هوصل للطفل ازاي، رد عليه وقال له اتحول الى الجوست رايدر والجوست رايدر هيوصلك للطفل. وبعد كده بنلاقي نادية وداني راكبين العربية، وبنلاقي كريغن بيراقبهم، وجوني كان عاوز يتحول للجوست رايدر بس ما بيرضاش يتحول. وفي نفس الوقت كان كريغن بيهجم على نادية، واخيرا الجوست رايدر بيطلع وبيركب الموتوسيكل وبيروح لهم. ونادية بتطلع من العربية وماسكة مسدس وعاوزة تضرب عليهم نار، بس اتضربت ورجالة كريغن مسكوها. ونادية طلعت انها كانت تعرف كريغن وبتقول له الحقني في عصابة بتجري ورايا عشان ياخدوا مني ابني، بس بيقول لها احنا العصابة اللي عاوزين ابنك. وكريغن كان هيموتها خلاص، بس بيسمع صوت بالموتوسيكل جاي عليهم من بعيد، وبيوصل جوست رايدر وكله بيترعب منه وبيضربوا عليه نار، بس ما بتحصلوش حاجة، وبيبدأ يموتهم بالسلسلة بتاعته. وكريغن بيجيب قذائف قنابل وبيضرب عليه، بس المرة دي بيتأثر وبيضرب ضربة تانية وبيقوم عليه. وكريغن بياخد داني وبيهرب بيه. وبعد كده بنلاقي جوني في المستشفى وبيفوق، وبتدخل عليه الممرضة وبتقول له ان في بوليس بره عاوز يستجوبك، هروح اندهم لك. فقال لها جوني لا ما تناديش حد. وجوني بيطلع من الأوضة بيلاقي قدامه نادية، وهو بيعرفها وهي بتعرفه، وبتمشي نادية وجوني بيمشي وراها. وكريغن بيكلم الشيطان بس هو ما يعرفش اللي هو الشيطان، وبيقول له احنا جبنا الطفل بس عاوزك تزود الفلوس. وبيقول له انت قلت لي اني اجيب الطفل وده انا عملته قبل كده، بس انت ما قلتليش ان هيبقى في فيلم رعب. وقال له ان في 3 من رجالتي ماتوا محروقين امبارح بواسطة شخص بيسوق موتوسيكل وراسه عبارة عن جمجمة مولعة. وهنا الشيطان بيتخض من اللي قاله، وبيقول له الشيطان ادي التليفون لداني، وبيبدأ يوسوس ليه وداني بيصرخ وبيغمى عليه. وكريغن بيقول للشيطان هو ايه اللي حصل، فبيقول له الشيطان هو كده جوست رايدر مش هيعرف يتبع داني. وبعد كده بيروح جوني الى نادية، ونادية بترفع عليه المسدس وبتقول له هو الشيطان اللي بعتك. فبيقول لها جوني انت ام الطفل داني صح، فبيقول لها انا لازم انقذ ابنك من الشيطان. فبتنزل المسدس وبتقول له انت تعقبت داني امبارح تعرف تتعقبه تاني. فبيقول لها انا كنت بحس بيه بس دلوقتي لا ما اقدرش احس بيه. وبيروحوا يركبوا عربية، وجوني بيقول لها هو داني ابوه يبقى كريغن. فبتقول له لا، وبتقول له ان الشيطان لما جالك عرض عليك اتفاق. فقال لها جوني ايوه حياة ابويا. فقالت له اما انا كنت بنقذ نفسي من الموت، ولقيت الشيطان جالي ووعدني انه ينقذني من الموت بس بمقابل. فبيقول لها جوني ابنك. فبتقول له انت ما بتفهمش ليه. فقال لها انا فهمت، انت ام ابن الشيطان، وبنعرف هنا ان داني ابنها من الشيطان. وبيقول لها جوني لما الجوست رايدر يظهر بعيدي عن طريقي عشان ده بيدمر الدنيا وما بيفرقش معاه حد. فبتقول له نادية انا مش خايفة منه. وبعدها بيروح عند واحد اسمه فيصل شغال مع كريغن في السلاح، وجوني بيقول له قول لنا على مكان كريغن. فيصل بيخاف منه لما يعرف ان هو الجوست رايدر، وبيقول لهم على مكانه. وبيجوا رجالة فيصل، وجوني ايده بتولع وبيضرب اي حد يجي قدامه، وبيلاقي الموتوسيكل بتاعه مولع وبيركبه عشان يتحول للجوست رايدر. بس كل شوية
يبدأ يتحول ويرجع لطبيعته لغاية ما بيتحول. وكريغان كان بيشتري صفقة أسلحة، ونادية راحت للمكان اللي فيصل قال لهم عليه ولقت ابنها وفكته، بس في واحد شافها وكان لسه هيخلص عليها، بس بيسمع صوت الموتوسيكل بتاع الجوست رايدر ونادية بتضرب عليه نار. وكريغان بيشوف الجوست رايدر وهو جاي، فبياخد السلاح وبيضرب عليه وبيفرقع فيه وبيفرحوا وحسبوا انه مات، بس على مين؟ ده الجوست رايدر. وبيلاقوه قدامهم وبيبدأ يموت فيهم، وواحد بيضرب كل الطلقات اللي معاه في بقه فبيرجعها تاني بس مولعة. وكريغان بيضرب صاروخ تاني عليه وبيقع الجوست رايدر على الارض، بس بيقوم وهو مطفي وكل عمال يضرب عليه طلقات بس مفيش حاجة بتحصل. وراح الجوست رايدر للونش العملاق ده وبيتحول الى سلاح وبيدمر بيه رجالة كريغان. وكريغان بيشوف نادية وهي بتهرب وكان جاي يضرب عليها نار، بس الجوست رايدر بيشده بالسلسلة وبيرميه بعيد وبيروح ورا نادية. ونادية لما بتشوفه بتبقى خايفة منه وبيمسكها وبيبصلها بنظرات التوبة بتاعته، فبينزل داني وبيقول له سيبها، فبيسيبها وبيروح ناحيته، ولما بيقرب منه بيتطفي وبيرجع لطبيعته. وبيبقى جوني وداني قاعدين في مطعم، وبتيجي نادية وجوني بيشرب من شفشق مية، وجوني بيقول لها ان مورو قال لي ان الخطر هيزول بعد كام يوم، وقال لي ان لازم ناخد داني الى المعبد وهم هناك هيحموه، وانا اتصلت بيه عشان يقول لنا هنخبي داني فين. وكريغان بيبقى تحت الصخرة من اللي حصل امبارح، والشيطان بيجيله ويقول له انت المفروض تجيب لي ابن نادية. فبيقول له كريغان انا اسف ايها الحقير بس انا بموت دلوقتي. فالشيطان بينزل وبيحط ايده عليه وبيديله من قوته، وكريغان بيخش تحت الصخرة وبعدها بيقوم وشكله متغير وبيقول انت عملت فيا ايه؟ فالشيطان قال له انا اديتك فرصة تانية ومنحتك قوة، وبيرمي ليه حتة خشبة، ولما كريغان بيمسكها بتتحلل، وبيقول له الشيطان دي اسمها قوة الظلام للتحلل. وكريغان بيروح يجرب قوته على راجل الاسعاف، ولما بيمسكه جسمه بيتحلل تماما وبيتبخر. والشيطان بيقول له اظن كده انت ما عندكش عذر ولازم تجيب لي ابن نادية. وبنروح لداني وجوني وبيقول له امبارح موتوسيكلك كان شكله غريب. جوني قال له علشان الجوست رايدر بيحول اي حاجة بيركبها. فداني قال له على كده انت بتحب نفسك لما بتتحول؟ قال له جوني مش دايما، علشان ساعات بساعد الناس وساعات بعمل حاجات مضرة، ده غير ان القوة دي جاية من مكان مظلم وده مش طبيعتي، فعلشان كده بكرهها. وبعدها مورو بيوصل ليهم، ومورو بياخد جوني واللي معاه لمكان في الجبل وعند جماعة دينية، ومورو بيخلي الجماعة دي ياخدوا داني ونادية علشان يحموهم، وبياخد جوني علشان يحرر من قوة الجوست رايدر. وجوني بيقول له في الاول انا عاوز اعرف ايه الشيء اللي جوايا ده بالظبط. قال له مورو ان جواك ده كان ملاك وكان روح العدالة، بس هو اتخدع واتحبس في الجحيم، ومهمته لحماية الناس اتحرفت للانتقام للناس، والروح الملاك الطيبة ممكن يبقى لسه عايشة جواك، بس بيقوله اننا نطلع الروح دي من جواك الموضوع خطير جدا، ولو شلنا قوة الجوست رايدر انت ممكن تموت. لكن جوني ما بيهمهوش وبيوافق، ومورو بيدخله لوحده في مكان وبيتقفل عليه، وبيبدأ يتم عمل الطقوس عشان يخرج الجوست رايدر من جوني، وبيفضل يتعذب وبيفتكر العقد اللي مضى. وبعدها جوني بيفوق وبيبقى عايش وبيطلع بره ويدور على مورو عشان يقول لي انا عايش، لكن ما بيلاقيش حد. وبيبقى الجماعة الدينية ماسكين داني ونادية ومورو، والجماعة الدينية كانوا عاوزين يقتلوا داني اليوم قبل الصبح علشان بكرة يوم النبوءة، وبيعتبرين داني انه ابن الشيطان وعاوزين يخلصوا منه، وبياخدوا المكان تاني وبيجهزوا علشان يقتلوه. بس كريغان بيظهر وبيقتل كل رجالة الدين دول وبياخد داني معاه وبيمشي، وجوني واللي معاه بيوصلوا بيلاقوا جثث رجالة الدين ومش فاهمين اللي حصل. وجوني بيسأل مورو هو الشيطان عاوز ايه من داني، فمورو قال له بكرة يوم النبوء ويوم عيد ميلاد داني، ولازم يتم 13 سنة علشان يتم عمل التعويذة عليه، والتعويذة دي هي عبارة عن نقل روح الشيطان لجسم داني، وده هدف الشيطان من الأول. وجوني بيزعق لمورو بيقول له انت ما قلتليش كده ليه من الأول، وبيتحسر جوني انه فقد قوة الجوست رايدر علشان كده مش هيعرف يساعد. وبيقول جوني انا يمكن بقيت ضعيف بس وعدت داني اني هساعده واحميه، وانا مخلصتش من شيطان علشان ارضي شيطان تاني. وكريغان بيبقى حضر بداني عند الشيطان، والشيطان بيعرف نفسه لداني وبيقول له انا ابوك. ومورو بيبقى عارف فين مكان الشيطان دلوقتي، وبيقول لهم فرصتنا من غير الجوست رايدر هتبقى ضعيفة جدا، فعلشان كده هنعوز الاسلحة. والشيطان يقول لداني قوة الجوست رايدر اللي كانت عجباك دي انا اللي اديتها لجوني، بس هو الشخص بشري وضعيف وما يقدرش يعمل الحاجات اللي اقدر اعملها، بس انت نصك بشري والنص التاني يقدر يستخدم
القوة اللي معايا. وبعدها بيكتفه وبيديله حقنة بتغيبه عن الوعي، وجوني واللي معاه بيوصلوا وبيشوفوا مشاهير كتيرة من العالم. ومورو بيقول لجوني دول جنود الشيطان وجايين من كل حتة في العالم علشان يشوفوا الطقوس، وبيقول لهم لو الشيطان نجح في نقل روح هيبقى أقوى من الأول. وبيحطوا داني على خشبة المسرح والشيطان بيجي ورا كل الحضور وبيحيوا الشيطان. ونادية بتبدأ تقتل الجنود اللي واقفين بره، وجوني ومورو بيتسللوا لجوه وبيقتلوا الجنود اللي بيلاقوهم، والتعويذة بدأت جوه والروح بتبدأ تنتقل لداني. ومورو بيوصل وبيقتل في ناس والتعويذة بتبوظ، وجوني بيخش وبيضرب الشيطان، ولكن كريغن بيوصل وبيبدأ يحلل مورو والشيطان بيضرب جوني وبيرميه بعيد. وبعد ما كريغن خلص على مورو فبيروح لجوني، ولكن الغريب ان جوني مش بيتحلل. وداني بيجي وبيقول للشيطان انت قلت ان قوتي هي نص قوتك، والشيطان بيتصدم من اللي قاله. وراح جوني قال لداني اعملها، فداني بينط عليه وبيبخ عليه النار وبيرجعه قوة الجوست رايدر. وبيقوم الجوست رايدر وبيبدأ يضرب فيهم كلهم، ومع ان الشمس طلعت بس الجوست رايدر فضل موجود وما اختفاش. والشيطان بيبقى خاطف داني وواخده في العربية، وجوني بيجيب الموتوسيكل بتاعه بيحاول يلحقهم. والشيطان بيتجنن لما بيشوفه وراه في مراية العربية، ورجالته بيضربوا عليه نار بس ولا بيحوق فيه اي حاجة. وجوني بينط يركب على العربية وبيحولها، ونادية بتبقى جاية وراهم بس كريغن بينط على عربيتها، وجوست رايدر بيشوفه من بعيد فبيجيبه بالسلسلة وبيمسكه وبينزلوا في بعض ضرب. وفي الاخر الجوست رايدر بيمسكه وبيبص في عينه وبيخلص عليه بنظرة التوبة وبيرميه على الطريق. وبعدها بيلحق عربية الشيطان وبيقلبها، وبيطلع الشيطان من العربية. والشيطان بيقول لجوني بيقول له انت اسوأ اتفاق انا عملته في حياتي. والجوست رايدر بيرميه في الهواء وبيهبده في الارض، وبكده يكون رجع للجحيم. ونادية بتيجي وبتحضن ابنها، وجوني بيحس بقوة ملاك العدل اللي جواه، وبكده بيكون اتخلص من الروح الشريرة. وبعدها بنشوف الجوست رايدر هو لونه ازرق وبيجري على الطريق، وبكده نكون خلصنا الفيلم. مع السلامة. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات لو الفيديو عجبكم او لا، واشوفكم في ملخص جديد. ومع السلامة.